والمفاجأة بقى إنه شارك في فيلم سنو وايت. سنو هويت، الأميرة الصغيرة والأقزام السبعة. الفنان عبد الوارث عصر اتولد يوم 17 سبتمبر سنة 1884 في حي الجمالية، ومن حبه للفن ساب دراسته بمدرسة الحقوق وانضم لفرقة جورج أبيض سنة 1912، وكان ليه دور مهم في تأسيس جماعة أنصار التمثيل واللي بسببها أفلام السينما المصرية بقت مهمة. قدم عدد كبير من الأعمال الفنية واللي اتصنف أغلبها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، زي فيلم شباب امرأة والبؤساء والأستاذة فاطمة. هو كمان ألف مجموعة من المسرحيات الناجحة واتلقب بشيخ الممثلين. خد جايزة التأليف السينمائي سنة 1954 عن كتابته لفيلم جنون الحب، وألف كمان كتاب فن الإلقاء اللي لسه بيتدرس لحد دلوقتي. والمفاجأة بقى إنه شارك في فيلم سنو وايت اللي نزل في السينمات سنة 1978، وآخر أعماله كانت مسلسل أحلام الفتى الطائر مع الفنان عادل إمام. اتوفى الفنان عبد الوارث عصر يوم 22 ابريل سنة 1982، ودي كانت قصة النهارده من اسمك مش غيرك.